الجزائر قوة ضاربة. العالم كله معترف بالجزائر، العالم كله عارفها باللي قوة جهوية، باللي قوة تجيب السلام في المنطقة، باللي قوة جابت توازنات في المنطقة. واذكر الجزائر وسخا ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركعا. أنا كفرناها. فضل الجزائر على العرب لا يقاس. الجزائر حركت الضمير العربي، الجزائر حركت الوجدان العربي، الجزائر حركت الثورات العربية، الجزائر قدمت الكثير للعالم العربي. تعرفين كم قدمنا لفلسطين نحن؟ نعم. كان هواري بومدين يقول رحمة الله عليه: فلسطين هي الإسمنت الذي يجمعنا والديناميت الذي يفجرنا. سؤال أخير، جزائر الثورة، جزائر ال1.5 مليون شهيد، أين هي اليوم من ثورات ما يسمى الربيع العربي؟ والله نحن الثورات التي تريد أن تحق الحق وتقضي على الاستبداد والظلم انطلاقا من المكونات الداخلية مرحب بها في الجزائر. أي ثورة يشرف عليها النيتو والأمريكان والأنجاس، يعني اليوم العربي صار مجنون العربي. يعني أمريكا تدعم ثورة ما، والمخابرات العربية والمخابرات الإسرائيلية والمخابرات التركية، ثم نقول هذه ثورة. أي يعقل يا عرب؟ فكروا. لكن دعيني أقول ماذا بقي من ثورة الجزائر. الخلايا الجذعية في الجزائر، الأشجار في الجزائر، الأنهار في الجزائر، الأطفال في الجزائر، أبناء الاستقلال، جيل الثورة في الجزائر، النساء في الجزائر، الشيوخ في الجزائر، الصحراء الجزائرية، البحر الجزائري، منطقة تمنرست، منطقة سيدي فرج، منطقة البويرة، تيزي والزبجاية، 40-50 ولاية في الجزائر. الكل، الإنسان والجماد والحيوان في الجزائر ماذا يقول؟ أقسمنا بالدماء أن تحيا الجزائر. أشكرك المفكر الإعلامي. أقسمنا بالدماء أن تحيا الجزائر. نحن حصلنا على استقلالنا ب1.5 مليون، والذي يفكر في المجيء إلى الجزائر والله العظيم أنا يحيى أبو زكريا سأخلع سترتي وسأحمل كلاشينكوف ضد من يتهجم على الجزائر. وهذا الكلام موجه للفرنسيين الذين بدأوا ينسقون مع دولة الأزواد في شمال مالي للتحرش بالجزائر. أقول للفرنسيين: مثلما جئتموها شمالا عبر البحر دمرناكم في الصحراء. أقول لهم فقط لا أقول أن رجالنا في الجزائر سيحمون الجزائر، لكن أقول أن عقاربنا في الصحراء وحياتنا في الصحراء أيضا تقول أقسمنا بالدماء العلم العربي والإسلامي حماها الله وحمى مناضليها. أشكرك. فقط كلمة أخيرة إذا سمحت، ولو المخرج يعطيني دقيقة. باختصار شديد. أقول للشعوب العربية والشوارع العربية: لا تسلموا إرادتكم لأمريكا النجسة وفرنسا النتنة وبريطانيا العاهرة. ابنوا غدكم بأيديكم. إذا أردتم ثورة، لست ضد الثورة من أجل التجديد والقضاء على الاستبداد، لكن أنتم أنتجوها وليس أوباما أو كاميرون أو هولاند أو برنار هنري ليفي حبيب شارون وصديق أولمرت وابن الحرام لبنيامين نتنياهو. الشرف أصيب بمصر أن العرب خسروا معركة، لكن يحكم علينا التاريخ كخونة، يحكم علينا التاريخ كمنهزمين، يحكم علينا التاريخ بأننا قصرنا في الوجه بتاعنا. إذا كان قابلنا هذه الهزيمة وإذا كان قابلنا هذه النكسة، الجزائر ما تقبلش الهزيمة، أن الجزائر لن تقبل هزيمة أبدا. هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات نتاعها؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات البشرية الهائلة؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راه في نيتها اليوم؟ هل الأمة العربية استعملت كل الأسلحة حتى تقول بأنها خسرت المعركة؟ لا، ما خسرناش الحرب،
لين ما استعملناش كل وسائل بتاعنا، ما صرناش الحرب لين ما استعملناش كل الأسلحة. في كل حال ما راكم ماشيين، راكم حاملين معاكم كل المجد نتاع الأجيال السابقة، المجد نتاع المجاهدين نتاع الأمير عبد القادر، وكذلك راكم حاملين معاكم كل المجد نتاع جيش التحرير، راكم حاملين على أكتافكم المجد، راكم حاملين على أكتافكم مجد ثقيل اللي هو المجد نتاع 1.5 مليون نتاع الشهداء. هذا المجد أيها الإخوة، هذا 1.5 مليون نتاع الشهداء راكم حاملينه على كل حال ولازم تشرفوه. احنا نطلب منكم شيء واحد، الشعب على كل حال الجزائري يطلب منكم شيء واحد، الأمهات الجزائريات اللي كانوا يزغرتوا على أبنائهم لما يخرجوا على كل حال الحرب ويخرجوا بصدور عارية، هؤلاء الأمهات حتى وإن كان ما زالوا ما مسحوش كل الدموع نتاعهم، هؤلاء الأمهات راهم اليوم مستعدات باش يزغرتوا عليكم شهداء ويزغرتوا عليكم منتصرين. فأمامكم طريقين، طريق الاستشهاد وطريق الانتصار. يا أحرار الجزائر، يا حرائر الجزائر، نعدكم ونعاهدكم كما بيضتم وجوه مقاومتكم على أرض فلسطين. أنتم بتقولوا حمرتوا وجوهنا، ستحمر مقاومتكم بإذن الله وجوهكم. كلما كما بيضتم وجوهنا وحمرتم وجوهنا بدعمكم وإسنادكم بالكلمة الصادقة وبالمواكبة الصادقة للحدث وبالمال وبالدعاء، فإن مقاومتكم بإذن الله ستكون عند الظن وستحمر وجوهكم كلما أمطرت هذا المعتدي بنار ولهيب صواريخها، وستطفئ بهذه النار إن شاء الله النار التي أشعلها، فالنار بالنار تطفأ، وستمتد بإذن الله يده وما في جعبة أهلكم على أرض فلسطين، كل فلسطين، في الضفة وفي غزة وفي القدس وفي 48 الكثير، والمفاجآت كثيرة والأيام حبلى والعاقبة لنا. لأول مرة لا أجدني مضطرا لأن أشيد بصمودكم وبمساندتكم لقضيتكم الأولى، قضية فلسطين. فما رأيته خلال الأيام الماضية من حملات الدعم والتأييد لم يزيدني إلا قناعة ولم يثبت للعالم أجمع أنكم الأوفياء لثورتكم الخالدة، وأنكم أنصار الله، تحبون أن تنصروا من استنصركم، وتحبون أن تؤمنوا من التاذ بكم بالكلمة الصادقة وبالموقف السياسي الحاسم وبالهبة المجتمعية والسياسية والحزبية والإعلامية. فلكم من إخوانكم على أرض فلسطين كل تحية وكل تقدير. أيها الأحباب، أيها الأباة الأحرار، يا أحرار الجزائر، يا حرائر الجزائر، جئناكم اليوم لننقل لكم صورة مشرقة مشرفة لنضال إخوانكم على أرض فلسطين، وهم يسيجون بدمائهم العطرة حدود فلسطين ويرسمونها من جديد ليثبتوا للعالم أجمع بأن فلسطين من بحرها إلى نهرها هي ملك للفلسطينيين وحدهم، وأن الغزاة مندحرون عن هذه الأرض. لقد رسموا خلال الأيام الماضية بهبتهم الشعبية على كل شبر من أرض فلسطين، في القدس الصامدة المرابطة وفي الضفة الغربية الباسلة كنز المقاومة الاستراتيجي، وفي غزة المقاومة، وفي 48 الأبية العصية على التدجين. كل هذه المناطق هبت رجل واحد لتؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى إصراره على تمسكه بثوابته وحماية ثوابت الأمة المتمثلة في مقدسات الأمة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أعدد لكم 5 من بشائر النصر قبل أن يتحقق هذا النصر حقيقة
على أرض الواقع. النصر الأول، هذه المعركة التي لم تنتهي بعد. كما قلت، وحدت الشعب الفلسطيني مرة أخرى على ثوابت النضال وعلى حقوقه المتمسكة والمتمثلة في أرضه ومقدساته، ووضعت القدس في بؤرة الصراع مرة أخرى، وصوبت البوصلة لتقول أن القدس لن يمحوها جرة قلم ولن تكون فريسة لهؤلاء المعتدين. ثم النصر الثاني، لقد أعادت هذه المواجهات الهوية الفلسطينية العربية التي حاول الكثيرون طمسها وتزييفها وراهنوا على ذوبان المجتمعات الفلسطينية في 48 وفي القدس. ثالثا، هذه الهبة أيضا أبطلت سحر النفخ في روح الاتفاقات ومسلسل التنازلات، وأثبتت للفلسطينيين أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يرد إلا بالقوة. وها هي تتوحد ربوع فلسطين على درب نضالي جديد يؤمن بالتضحيات ويقدم الأرواح والغالي والنفيس ويقدم فلذات الأكباد. وقد رأيتم هذه النماذج أيها الأحباب، رأيتم كيف يصل خبر الوفاء إلى أحدهم في غزة ويتقبل هذا النصر ويتقبل هذا الفوز ويقول أننا لم نكن نعبث ولم نكن نهذي ولم نكن نغني عندما كنا نقول بالروح بالدم نفديك يا أقصى. لقد مثل هذا الشعب هذه الشعارات وهذه المقولات حقيقة على أرض الواقع، عندما كان يقول: خذ منا يا الله من دمائنا حتى ترضى، وخذ من أشلائنا وأشلاء أبنائنا للأقصى حتى يحمى. لم يكن يهذو ولم يكن يتلاعب بمشاعركم أيها المسلمون وأيها العرب. أما النصر الرابع، أما النصر الخامس، فهو هذه الزلزلة وهذا الإرباك الذي دخل في صفوف العدو الصهيوني عندما رأى من المقاومة ومن أدائها وأدواتها ما لم يكن في حسبانه، وعندما ندم وسيندم عندما تجاهل التحذيرات التي جاءته من المقاومة ولم يرعوي ولم يستمع لها. أما النصر الحاسم والذي هو عار على جبين من طبع ومن سالم، فهو أن هذه المواجهات قطعت هذا المد الخبيث للتطبيع الذي كان يراد أن يجتاح المنطقة العربية والإسلامية. بعد ما أعطوا المعلومات للصهاينة التسجيلات تسلم لي عينك، التسجيلات قاموا كافأوهم بشو؟ راحوا على القدس وشالوا هذا الحي اسمه حي الغوص، بومدين الغوص. هو جزائري من تلمسان اسمه عقبة بومدين الغوص. كانت والله الأرمة محطوطة على باب الحارة. الشهيد المجاهد عقبة بومدين الغوص من مدينة تلمسان، وإيده مدفونة بالقدس بفلسطين، وهو مدفون بتلمسان ويده عنا بفلسطين. اجوا وشالوا هيدي الأرمة وشو كتبوا؟ حي المغاربة. هو حي عقبة بومدين الغوص الجزائري بمدينة تلمسان. هذه أرض لكم يا أهل الجزائر، أوقفها أبو، هذه وقفية موجودة لرجل مدفون في تلمسان، أبو مدين الغوث. والحارة هذه اسمها حارة المغاربة. الملف نتاع الجزائريين اللي تعدوا عليهم السلاح في قاو ملف ما تطواش، والملف نتاع الدبلوماسيين نتاعنا اللي اختطفوا من قاو وتوفوا منهم استشهدوا منهم 2 ما تطواش الملف. ويوم من الايام تكون المحاسبه مع اللي راه يقوم بهذا العمل هذا. عندنا فكره مش شكون كان السبب في ضرب الجزائريين. نهار اللي تبان الامور ندخلوا في الحساب الدقيق بعباره شعبيه، اللي يحوس علينا يلقانا. نعرفوا قيمه الحروب
اون شيرش بيرسون، بصح اللي يحوس علينا راه يبدا هو والله ما تنتهي. بختار الشعب الجزائري يكون وطني الثاني. اذا انا مش فلسطيني بختار اكون جزائريا، والشعب الجزائري وكل الجزائر على راسي من فوق. احنا بنرفع العلم الجزائري بس عشان نجيد الاعداء. والسبب الثاني ان انا انسان اعشق الجزائر، ولو اني مش فلسطيني بختار تكون بلد الجزائر.